السلام عليكم. عارف انت قبل فيلم جاستس ليج اللي الناس كلها لما اتفرجت عليه كانت عارفة ان دي مش النسخة الأصلية وان الفيلم ده فيه مشاكل كتير وان الناس من بعد الفيلم بدأت تنادي شركة وورنر براذرز انها تعرض النسخة الأصلية بتاعت زاك سنايدر اللي قال ان هو عنده النسخة دي وان الفيلم ده فيه كل حاجة احنا عايزينها وان الفيلم ده فيه الرؤية الأصلية بتاعته وان الناس فعلا قعدت تنادي بالنسخة دي لمدة تقريبا 4 سنين لحد ما اتعرضت نسخة زاك سنايدر أخيرا في 2021 وشفنا الجاستس ليج بعظمتهم وبجمالهم وفيلم متغير تماما، فيلم 4 ساعات مفهومش ساعة ملل. انت تعرف بقى ان قبل كل ده تقريبا ب10 سنين كان ممكن يبقى عندنا فيلم للجاستس ليج كان ممكن يكسر الدنيا وكان ممكن يكون اول فيلم تجمع لأبطال خارقين قبل حتى فيلم الافنجرز. كان عندنا فيلم بقصة بمخرج تقيل جدا كان ممكن يتعمل، ولكن للأسف تم كنسلة هذا الفيلم. وتعالوا بقى مع بعض كده بشكل بسيط نعرف ايه هي قصة فيلم جاستس ليج مورتال. قبل نشوف سنة 2007 وورنر براذرز بتقرر ان هي لازم تعمل فيلم للجاستس ليج. خلاص ده الوقت اللي احنا لازم يكون عندنا فيه فيلم للجاستس ليج في وسط موجة افلام الكوميك بوك كتير اللي كانت طالعة في الوقت ده واللي كان ليها جمهور لا بأس به وبتعمل فلوس كتيرة جدا. فاحنا داخلين بقوة وهنعمل فيلم للجاستس ليج، مش لازم نكون بانيين لأي شخصية من الشخصيات دول ومش هنستعمل أي حاجة من الشخصيات اللي اتعملت قبل كده. احنا هنعمل فيلم جديد بقصة أصلية. وكان مين بقى اللي هيكون المخرج كمان؟ تخيل معايا المخرج كان مين؟ جورج ميلر. مين هو جورج ميلر للناس اللي ما تعرفش؟ جورج ميلر هو اللي عمل فيلم ماد ماكس فيوري رود. ماد ماكس فيوري رود اللي هو احسن فيلم تقريبا اكشن اتعمل في اخر 15 سنه. انتوا متخيلين معايا؟ وكان الكاست عباره عن اسماء كلها جديده، كلها جديده مش مألوفه ليك، ممكن تكون شفتهم مره او مرتين كممثلين مساعدين في الوقت ده، ولكن كلها كانت اسماء جديده ولكن كانت لايقه جدا على الشخصيات. اللي هو تبص على الشخصيات دي من بعيد وتحاول تركبها على الشخصيات اللي هم كانوا هيعملوها هتلاقيها لايقه جدا جدا جدا. خلاص كانت كل حاجه تحت التظبيط، كانوا تقريبا خلصوا الكوستيمز، كانوا تقريبا خلصوا الكونسبت ارت بتاع المعارك وبتاع الفايتات. كل حاجه تقريبا كانت واقفه على حاجه واحده بس، وهو ان ورنر براذرز تديهم الاشاره، تقول لهم يلا انطلقوا، يلا بينا نشتغل على الفيلم ده. معلومه سريعه، البادجت بتاع الفيلم ده كان 220 مليون سنه 2007. 220 مليون، وان في ناس تقريبا كانت بتقول 300 مليون كمان. انتوا متخيلين الارقام دي؟ فيلم افنجرز يا جماعه اند جيم كان تقريبا نفس البادجت هي اللي كانت معموله عليه، اللي هو اتعمل في 2019. افنجرز اند جيم اكبر فيلم تجمع للسوبر هيروز في التاريخ. انتوا متخيلين معايا كميه الحاجات اللي كانت حلوه اللي كانت هتحصل في الفيلم ده؟ ولكن على راي المثل اللي بيقول الحلو ما بيكملش، لان فعلا الفيلم ده اتكنسل واتحط على الرف ولم يتم اعلان اي حاجه عنه لحد دلوقتي. وليه هو الفيلم ده اتكنسل؟ ببساطه شديده لان وورنر براذرز الناس اللي كانوا شغالين على ده كانوا عندهم نظره قريبه. احنا دلوقتي كان عندنا كريستن بيل بيصور افلام ذا دارك نايت، وكان عنده تقريبا الجزء الثالث، وكريستوفر نولان كان شغال على باتمان الخاص بيه، وهم كانوا هيجيبوا باتمان تاني غير كريستن بيل. كريستن بيل ما كانش هيكون هو باتمان بتاع العالم ده، لا كان هيكون باتمان تاني خالص. والناحيه التانيه برضو كان عنده ورن براذرز كانوا مستنيين ان كريستوفر نولان يخلص الثلاثيه بتاعته عشان يبداوا يعملوا العالم السينمائي بتاعهم، واللي كان المفروض ان اللي كان هيعمله في وجهه نظرهم كان كريستوفر نولان. ولكن بعد كده كريستوفر نولان ده لزاك سنايدر، وكلنا عارفين القصه المشهوره بتاعت اللهوجه اللي حصلت دي. فكان عندهم رؤيه مستقبليه قريبه ان احنا مش عايزين ندوش الناس ب3 باتمان، ب2 سوبرمان، بمش عارف ايه، بكذا شخصيه كده، ويكون عندهم حيره. فقرروا ببساطه شديده جدا ان احنا لا، هنكنسل الفيلم ده، هنحطه على الرف ونبدا على حاجه تانية خالص. قصه الفيلم ده يا جماعه السكريبت متسرب موجود على النت، ممكن اي حد يتفرج عليه. سكريبت خطير جدا. كان محمود ابو اسماعيل كان عامل فيديو كان بيشرح فيه تقريبا بملخص القصه بتاعت الفيلم ده. الفيلم يا جماعه كان مش طبيعي، ممكن اسيب لكم اللينك بتاع الحلقه لو حد ما شافهاش. الحلقه مش طبيعيه طبعا، شوت اوت ابو اسماعيل. لكن الفيلم ده بالقصه دي كان هيبقى حاجه مش طبيعيه. انت متخيل قبل طلوع مارفل، قبل طلوع اي حاجه، قبل دوشه العالم السينمائي بتاع اي حد ماشي في الشارع كان بيعمل عالم سينمائي، كان هيبقى عندك فيلم للجاستس ليج مش مبني على اي حاجه، شخصيات جديده. كل اللي احنا بنعمله هو مبني على الفيلم ده، اللي هو الفيلم ده لو نجح وعمل نجاح مش طبيعي، احنا بعد كده ممكن نعمل بقى من الشخصيات دي افلام تانية. كان هيبقى حاجه خارقه، كانت هتبقى حاجه مش طبيعيه. ولكن هم لو كان عندهم نظره للمستقبل البعيد وللتخبط الكبير جدا اللي هم كانوا هيمشوا فيه، ولان احنا من لحد دلوقتي ما شفناش فيلم السوبرمان غير في 2013، وانت عندك فيلم كان حرفيا هينقلك نقله تانية خالص. سكريبت الفيلم يا جماعه بالمناسبه، يعني الفيلم بتاع الفيلم ده كانوا اشخاص عاديين، ما كانش غزو فضائي بقى وكانت حاجه كبيره جدا وكانت الدنيا عاليه ومش عارف ايه والكلام ده، لا. كان الفيلم بتوع الفيلم ده كان ماكسويل لورد،
هو ده كان الفيلن الاساسي بتاع الفيلم ده. وتاليا الجول كمان كانت معاه، يعني كان قصه جامده جدا. قصه الفيلم ده لو انا هقربها الفيلم هو جاستس ليج دوم اللي هو الانيميشن، فيلم حلو جدا برضو، القصه برضو مش طبيعيه، فيلم حلو. اتمنى على الاقل حتى ان الفيلم ده لو ما تعملش كده فان احنا نشوفه فعلا بالسكريبت ده بالحاجه الجامده دي جدا، نشوفه حتى وعلى الاقل لو انيميشن. اتمنى في يوم من الايام ان انا نشوف شركه دي سي ليهم اي شيء، ليهم اي منظر كده بيعملوا اي حاجه تحت قياده جيمس جان اللي هو شكله بيقول ان هو عنده خطط، ولكن ده الموضوع تاني نتكلم فيه في وقت تاني. ولكن هفضل حزين على الفيلم ده كل مره السكريبت بتاعه، خلينا نشوف ماذا يحمل لنا المستقبل مع دي سي. وبس كده، شكرا لكم على وصولكم لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. كان معاكم يوسف حموده من قناه بحب سيما، اشوفكم ان شاء الله قريب وسلام عليكم. So as usual, I'll be the bigger man. A truce, Bruce.